السلام عليكم طلاب، شلون الامور؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا الدكتور مرتضى مجاور، اخصائي طب الاورام. ان شاء الله راح نكون وياكم اليوم بالمحاضره عن سرطان الثدي والكوادر الصحيه. ان شاء الله هاي المحاضره راح تستغرق عندنا نص ساعه ان شاء الله، نكملها باذن الله ونحاول انه نفهم شنو الامور اللي بيها وشلون راح تمشي خطوه خطوه ان شاء الله بتشخيص ومعرفه سرطان الثدي. أنا طبعاً أكو قصة بدي أحكيها، إنه إحنا ندري السرطان كلمة شوي كلش صعبة، فمن تصير على الإنسان تصير بطريقة إحنا نسميها مثل الصاروخ وجاء الخبر. لذلك أي واحد فيكم صاير عنده سرطان ثدي أو أي نوع من السرطان بعائلته لو ماكو؟ طبعاً المشكلة إنه سرطان الثدي أو أي سرطان ثاني يكون تشخيصه بهاي العائلة، إيش راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا خبر صعب للمريض نفسه ولمن حوله. يعني انا كتجربه شخصيه، زوجتي صار عندها سرطان الثدي للاسف، يعني ان شاء الله محفوظين الكل. لذلك احنا من عرفنا هذا الخبر كان صاعق علينا، ما عرفنا شلون نتصرف بالبدايه، على العلم احنا بالكادر الصحي ونعرف شنو الخطوات اللي نمشي بيها. ولكن اهم شيء اللي خلانا نقدر انه نرتب الامور هو معرفتنا وعلمنا بالطرق والاساليب. فنبدأ إن شاء الله اليوم محاضرتنا، بدي أعرفكم عن الأمور والإجراءات المهمة اللي تعرفوها إن شاء الله. وبنهاية هذه المحاضرة راح تكون عندكم معرفة سطحية وعميقة عن سرطان الثدي. فمبدئيا أبدأ وياكم السؤال، هذا السؤال طبعا على سلايدو، أريد بموبايلاتكم وتفوتون عليه إن شاء الله على الكيو آر كود وتجاوبوني هسه. إحنا إذا اكتشفنا سرطان الثدي مبكرا، إيش قد النسبة اللي راح نقدر من خلالها انه نحمي هاي العائلات او نحمي المريضه او نخلي نسبه الشفاء عندها عاليه؟ فاجابات راح تطلع عندي ان شاء الله. اذا اشوف هنا يعني الاغلبيه مالتكم غطوا اكثر من 90%، وعاشت ايدكم، وهذا الصحيح. اكثر من 90% هو نسبه الشفاء عند الكشف المبكر لسرطان الثدي. واحنا نشوف انه هاي النسبه كلش كبيره. على العلم احنا بنشوف بعض الاحيان من تطلع عندنا نسب النساء المصابات اللي توفوا تكون عاليه، هذا يسموه تناقض بهذا الكلام. احنا نعرف انه الكشف المبكر يؤدي الى نسب عاليه، زين ليش تطلع عندنا نسب هذه الاصابه تؤدي الى الوفاه؟ مثل ما نشوف هنا 90% تتجاوزها طبعا اكثر من عندها هي نسب الشفاء للمصابات بسرطان الثدي. نبدي هسه مبدئيا ان شاء الله، كان بس على مود اشوف شلون مالتكم المعلومات. نبدي هسه اهدافنا اليوم وتعريف عوامل الخطوره لسرطان الثدي، نعرف شنو العوامل اللي تسببت بها سرطان ثدي النساء. ثانيا تمييز العلامات السريريه عند كل امراه، عن مثلا من تجينا احد من المرضى الاطفال انا اسميهم محاربين وقال لنا عليه، نقدر نعرف شلون نوجهها بالطريقه الصحيحه. ثالثاً تحديد وسائل الكشف المبكر والتشخيص، وهاي جدا مهمة على ما تخلي المريض أو المحارب يضيع من خلال التشخيص مالته. رابعاً كيفية اتخاذ السبل والإجراءات اللازمة عشان نحمي حياته بالعلاجات الصحيحة. وخمسة لازم تتنمى عندنا العاطفة والمساعدة تجاه محاربي السرطان. هذه من أهم الأمور اللي أشوفها تنقذ حياتهم. شنو السرطان؟ واحد يسأل نفسه، نعرف شنو معنات السرطان؟ شلون يصير؟ هي عبارة عن نمو غير طبيعي، احنا بخلايا جسمنا راح يكون اكو نمو طبيعي، بس يكون ذو حدود. هذه الحدود راح يكسرها السرطان. اولا بالكثرة مالته، انه يتكاثر بطريقة غير مستقرة ويزداد بأعداد جدا كبيرة. لذلك راح ينتج عنه انه ياخذ مساحته وياخذ مساحه شلون بالاعضاء اللي حوله، فلذلك يؤدينا الى الاعراض اللي نشوفها بعدين بالسرطان الداخلي. هذه الخلايا هل يمكن انه تتوقف بسبب معين؟ لا، تبقى ضد نفسها اعازات للتكاثر المستمر والمستدام. هاي الكلمتين هي مهمه للخليه على مود تكبر اكثر من محيطها
وهذا ما يفرق لنا ما بين الورم الحميد والورم الخبيث. الحميد يلتزم بحدود، اما الخبيث يكسر هاي الحدود ويكبر اكبر واكبر، ويحب انه يرسل جنوده حتى تحتل مناطق اخرى، وهذا اللي نسميه احنا هنا الورم المنتشر او السرطان المنتشر. كانه مثلا الثدي يوصل عندي بالرئتين او يوصل عندي بالكبد. المهم يبقى عندنا السؤال المهم هو احنا ندرس سرطان الثدي هو فقط للنساء، هل ممكن انه يصيب الرجال؟ اريد مشاركتكم انتم. اي نعم. تعرفين ايش قد النسبه؟ طبعا احسنتي على الجواب. يعني نسبة قليلة ما اعرف بس اقل من 5% يعني يفضل شيء. عاشت ايدك. من يوافق زميلته؟ ايش قد النسبه تقريبا؟ تقريبا بين 5 إلى 8%. همين عاشت ايدك بس هي النسبه 1%. طبعا يصير عندنا اصابه بالرجال بنسبه 1%. من راح نشوف هسه شلون سرطان الثدي يصير، العوامل مالته راح نفهم ليش يصير بعض الاحيان في الرجال. احنا نعرفه هو سرطان متخصص فقط في النساء. تمام؟ مبدئيا من نريد نحدد العوامل راح نقسمها قسمين. من نريد نشوف محاربه السرطان. اكو عوامل اقدر احنا انه نعدلها خلال حياتنا بالمستقبل وهاي راح تفيدنا بالوقايه. واكو عوامل احنا ما نقدر نتعامل وياها ولا نحددها ولا نعدلها. هاي العوامل نخليها لبعضها بس نحاول نعرفها بالعائله الواحده، لان العوامل الغير قابله للتعديل ممكن ان تسبب لي سرطان وراثي اللي هو سرطان الثدي الوراثي. من نبدا مبدئيا بالعوامل الغير قابله للتعديل الحتميه هو العمر. زين ليش يدخل العمر؟ مبدئيا السرطان اسمه مرض الكبار، يعني لمن يصيب؟ يصيب للناس كبار العمر. زين هل هو بسبب انه بس لانه عمرهم كبير؟ لو اكو تاثيرات سابقه كانت بحياتهم الاوليه. اللي يجاوبني؟ صحيح، المناعه طبعا مثل ما قالت زميلتكم وعاشت ايدها هي من اهم المسببات لكشف السرطان. لانه اول ما تصير الخلايا ايش راح تبدي عندي؟ تبدي كخلايا غير طبيعيه عن الجسم، من يكتشفها؟ المناعه. المناعه تحاول تطمشها وتقتلها، فضعف المناعه يؤدي الى تكون الورم اكثر فاكثر. نرجع هسه على العمر. العمر المتقدم بالنساء شافوا انه اورام الثدي تصيب بسبب تعرض المراه لهرمون الانوثه او يسموه هرمون الاستروجين. كل ما زاد عندي فتره التاثر بهرمون الاستروجين زادت عندي بسبب الاصابه. هرمون الاستروجين مثلا عندما يزيد مثلا يزيد اللي كانت بدايه الدوره الشهريه مالتها مبكره وانتهاء الدوره الشهريه مالتها بعد فتره، يزيد عندنا بعد همين عند النساء اللي قلت ولادات عندهم او غير متزوجه، لان احنا مثل ما نعرف الولاده والرضاعه هي مثبط لهرمون الاستروجين. شنو العوامل القابله للتعديل اللي انا اقدر اعدلها؟ اولا السمنه. شافوا انه السمنه من تصير عند النساء بتكون عندهم اصابه اكثر لسرطان الثدي من مثيلاتها. ليش؟ هاي ندخل بعد اكثر بشلون الواحد يشتغل. شافوا انه السمنه عند السمينات يكون عندهم هرمون الاستروجين اللي حكينا بالبدايه اعلى، فلذلك اذا عندي اعلى هرمون الانوثه او الاستروجين ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي عرضه اكثر للاصابه. ثانيا التدخين كعوامل مسببه للسرطانات بشكل عام. التدخين مثبت، واحد هذه السرطانات هو سرطان الثدي، لذلك التدخين عامل مهم جدا. فاذا كانت المراه او المحاربه سمينه وعندها تاريخ بالتدخين طويل تكون عرضه اكثر للاصابه. اقدر اعدلين لو ما اقدر؟ نقدر. اقول لها ضعفي شو اقول لها؟ تتركين التدخين. تمام؟ ثالثا قله النشاط البدني. هذه دراسات سريريه مثبته انه قله الرياضه او عدم وجود الرياضه في حياه المراه يصاحب زياده بالاصابه بسرطان الثدي. قابل للتعديل لو لا؟ قابل. بس وطع لك عاش كيف؟ شو اقول لها؟ تبقى قاعده بالبيت لو تتحرك. عاش تسوي رياضه مهم، كلش مهم. واخير شيء النظام الغذائي غير الصحي
نعتمد على السكريات العاليه، على الدهون المهدرجه وغيرها، شافوه يرتبط ارتباط مباشر وطردي بزياده نسب الاصابه بسرطان الثدي. نجي هسه احنا جسمنا الحلو بيه من صنع خالق قدير. كل ما يصير اكو تغير بيه موجود، ايش راح ياثر هذا الشيء؟ يطلع لي علامات. من العلامات المهمه اللي نشوفها بسرطان الثدي يسموها العلامات السريريه، هي كتله غير مؤلمه. احنا المشكله بعض المحاربات او النساء شو يشوفون؟ انه لازم وجود كتله، بس هاي الكتله شلون تكون؟ تكون مؤلمه. بس احنا السرطان لانه اسمه خبيث، شو يسوي؟ يختل. ومن يختل ايش راح يسوي؟ كتله غير مؤلمه. فاي تكتل المراه تقدر تشوفه احنا نقدر نعتبره هو شنو؟ وجود لسرطان حتى يثبت العكس. الثانيه شنو اللي نشوفها؟ اللي هي افرازات دمويه، يعني شنو يطلع عندنا؟ يطلع عندنا ماده تشبه الدم من حلمه الثدي. هذه تعتبر من العلامات الخطره عند كل امراه. ولازم انه نشوف شنو المسببات مالتها عن طريق عمل الفحوصات اللي راح نشوفها بعد شوي. شنو الثالثه؟ انكماش الحلمه، يعني حلمه الثدي تكون داخله الى الاسفل. هذه اهميه في اي فحص سريري نجدها، لازم يدق عندنا جرس الانذار انه نعمل الفحوصات الصحيحه لكل امراه حتى نحدد شنو المسببات. الرابعه هي كتله غير مؤلمه مثل ما قلنا. العفو، خلينا نرجع نعيدها. الرابعه هي تغير حجم الثدي. الثدي كان مثلا كبير صار اصغر، انكمش، اكو تغيرات بالشكل مالته، يعني بالفحص السريري بين عندنا حجم اكبر او اصغر من حجم الثاني. هذه العلامات هم من علامات لازم نحدد شنو المسبب اللي وراها. تغيرات بالجلد اللي تساحب وجود الورم، احنا مثل ما نسميه جلد البرتقاله، اي انه الجلد يصبح على غير وضعيته الطبيعيه، المسامات تكون بارزه اكثر. وهذا هم من التغيرات اللي تكون مصاحبه لنوع خاص اسمه سرطان الثدي الالتهابي، وهذا سيء جدا. لذلك احنا اذا شفنا هاي التغيرات وهذا التغيير الاخير مثلا راح يخلينا نلح ونصمم انه نسوي الفحوصات الصحيحه لو لا. شنو برايكم؟ اكيد. ليش؟ لانه حسب ما نرجع لاول سؤال اللي احنا اكتشفناه مبكر، ايش حصلنا؟ حصلنا نسبه شفاء جديد اكثر من 90%. فلازم ننتبه لها. ومشكله نسائنا هسه شنو؟ انهم يشوفون احد هاي التغيرات شو تسوي؟ يقول اخاف، خل اسكت واقعد. وهذا اكبر خطا. ليش؟ لان حطي وقت هذا الورم انه شو يسوي؟ يكبر ويرسل جنوده بالانتشار. هاي الملاحظات السريعه طبعا، بس الملاحظه اي تغيير جديد او مستمر يحتاج مراجعه. يعني معناته احنا هم شنو اللي ننتبه؟ مو التغيير الطفيف، لازم هذا التغيير شو يكون؟ مستمر ومستدام. يعني لقت كتله او افرازات مو يوم وتروح، احتمال التهاب احنا نقول هاي الامور، احنا ننصحها بمراجعه، ولكن نحط بالنا انه شوف هاي التغييرات صار لها جدد. واضح؟ الان احنا نريد نقول الكشف المبكر لسرطان الثدي، نريد من الكشف نوصل لكلمه اليقين. سويت لكم اياها مثل القاروره. من نبدا بالبدايه بالكشف المبكر ايش عندنا؟ عندنا الفحص الذاتي للثدي، يعني كل امراه تقدر تسوي هذا الفحص بالبيت، وعلى اساسه تقدر تقول اكو وجود تغيرات شافتها جديده لو لا. من شافت هاي التغيرات راح يحق لها انه بعدين وين تروح؟ تروح للطبيب، اللي ايش راح يسوي؟ الفحص السريري. الطبيب نظرته غير، تختلف عن المراه نفسها. لذلك احنا شو بدنا نزيد الوعي العام للمجتمع. ليش؟ على مود الفحص الذاتي. يعني الفحص الذاتي اذا بدا راح يجي وراء الفحص السريري اللي هو بعين خبيره اكثر. نقدر نكتشف وراها. ما بعدها من جتنا المحاربه، ايش نقدر نسوي الفحوصات؟ عندنا فحوصات معينه. نبدا من الاخف اللي هو الاشعه السينيه البسيطه. شنو اسم هاي الاشعه السينيه؟ اسمها الماموجرام. بعض النساء المحاربات يسالون يقولوا لي هاي الاشعه السينيه تاثر على الطفل اذا كانت حامل؟ راح نقول لهم مبدئيا لا، لانه ضئيله. ثاني شيء يحطوا لها شيء حامي للطفل.
فانتم اذا جتكم مريضه حامل وعند هاي التغيرات نقدر نسوي لها هذا الفحص؟ طبعا بالتاكيد. وهو راح يكشف لنا وجود تكتل ام لا. والعالم اجمع استخدمه بالكشف المبكر. ليش؟ قلت المصاريف مالته. النساء اكثريتها قبلت به لانه شافته مو في شيء قوي ياذيها. احنا نقولها دائما هذا الشيء انه لازم يكون افكتيف، يعني بوست افكتيف نون انفيزيف، ما ادخل بخزعه الضوء بس يراوي. فانتشر بالعالم كله كافضل وسيله للكشف المبكر. يجي بعدها السونار. السونار من الاجهزه الجميله الحلوه اللي يراويني صوره الثدي خلال المعده. الثدي راح تبين به تكتلات او تغيرات موجوده، ولكن شنو اللي يفرق لي السونار عن الماموجرام؟ السونار راح يعتمد على عين اللي يشوفه، لذلك ما اقدر اقارن به بين عده اطباء. يعني شو يسموه اوبريتر ديبندنت، يعني يعتمد على اللي يشوفه بحد ذاته. احتمال يشوف كتله ويصرخ يقول هاي خطره، واحتمال يشوفها ويقول شنو؟ هذه سليمه. لذلك السونار ما داخل عندنا بالكشف المبكر، بس هو احدى الوسائل المهمه لتشخيص سرطان الثدي. يجي على اللي ادق بعد اللي هو من هو؟ الرنين المغناطيسي. المغناطيسي هو من الفحوصات الدقيقه ولكن المكلفه، لذلك دائما نخليه فقط للنساء اللي يكون الشك عندهم عالي. قبل شويه بالعوامل احنا شفنا العوامل غير القابله للتعديل. شنو كانت عندنا العوامل اللي تاكد لنا انه احتماليه وجود سرطان الثدي؟ من يعرف؟ من الامور اللي كاتب هاي؟ الجينيه. عاشت ايدكم. التحاليل الجينيه، فاي وحده بالتحاليل الجينيه من هذه هسه الفحوصات لما ندز ياهو بيهم؟ الزرانين. ليش؟ انا متاكد احتماليه حصول عاليه، احتاج فحص ادق على شنو؟ احدد وجود من عدم وجود سرطان الثدي. تمام؟ نرجع نوصل للاخير. القمه. هنا الوحيد اللي يعطينا 100% تشخيص لوجود السرطان من عدمه هو الخزعه. الخزعه طبعا بها انواع، ما اريد هسه نسهب بها اكثر، ولكن الخزعه عن طريقها نقدر نشوف الخلايا اذا كان هاي الخلايا سرطانيه ام لا، فتبدي التشخيص 100%. واضح؟ فللتاكيد شو استخدم؟ عاشت ولا البدايه كتصاوير نبدي بالماموجرام ونتدرج حسب الحاله. واضح لحد الان؟ هذه حاله سريريه، اريد ان شاء الله منكم انه تصيرون جروبات، كل اثنين يصيرون جروب حتى تجاوبون ان شاء الله عن طريق الباركود بالكلاس روم اللي انتم مضافين له، واللي ما مضافين للكلاس روم يقدر يدق نفسه عن طريق هذا الكود. المريضة عمرها 45 سنة، تعاني من كتلة غير مؤلمة مثل ما قلنا بالحالات السريرية، بس شوفوا الاستدامة مالتها صارت قد شهرين. فمن تجاوبون ان شاء الله تكتبون لي شورت اساي عن ما هي الخطوة السريرية الأولى؟ شنو الفحوصات الطبية اللي نقدر نسويها؟ هل تحتاج ماموجرام ام لا؟ ومتى نلجأ الى الخزعة؟ هذه كل واحد فيكم يفكر مع نفسه، يناقش افكاره ويا زميله، ما بعدها توصلوا لي الجواب تكتبوا لي بالكلاس روم اللي انا حاطه فيه. انا قصد شغله العلاجات. اول العلاجات تشمل ما كان عندك كيميائي، ما كان عندك امور كثيره. هو كان لا مو كيميائي، الكيميائي كعلاج طلع وليس كايش اسمه. بس القصد هاي الحروب اسلوب الحياه مالتنا هسه مو مثل اسلوب الحياه قبل 100 سنه، اللي هاي العوامل بدنا نقول احنا قابله للتعديل كانت. هي هاي المشكله. كانوا يتحركون ما عندهم هالسوالف. يعني اتوقع شافوا المبيدات اللي تضبها او الروائح اللي تذبها بالبيت تستنشقها تفوت جسمك تسبب سموم. بس هذا يعني شو مره قلت طبعا بالمحاضره. هاي الريح شوف ايش قد تاثر. هاي وحده من هي كيميائيات. استنشاقك للكلور القاصر مدمر للرئتين، يسوي تليف بالرئتين. صحيح ما نحكي فيها المشكله. ليش؟ لانه شركات الادويه استفادت هسه هواي بفلوس، فتريد المرض موجود. ما تريد الوقايه، شو انا احكي كلها سفين عن وقايه. هاي خلصناها. نوصل ترسانة العلاج. شنو اللي عندي من ترسانة وأسلحة ممكن أنا أستخدمها ضد هذا السرطان العنيد؟
اول شيء احنا نأمل كمجتمع انه شو نطبق الوقايه، وهدفنا كله الوقايه. واحنا كاطباء او كادر طبي مو هدفنا انه نعالج فقط. الوقايه اهم شيء، فنوعي الناس بس. ولا من خلال الترسانه الموجوده عندنا راح نشوف اول شيء الجراحه، وراح نعطي شنو المقويات لكل كلمه، اللي هي ليش هاي الكلمه قويه. فمثلا الجراحه شافوها هي من افضل الاساليب للتخلص من الورم. ليش؟ انتم عندكم ورم خبيث قاعد بمكانه، شو اسوي له عم اخلص من عنده الافضل؟ استأصله من مكانه عشان ايدك. الافضل انه من استأصله هو مكانه موجود، له هو وداز جنوده برا، هو مكانه موجود بحده بعد ما طالع بعد هنا، فلذلك شطمح اني على الكشفوبه نرجع له. فالجراحه تكون فعاله اذا كان الورم في مكانه، واذا كان الورم خارج عن مكانه راح تفيدنا لتقليل الاعراض، او يسموها العلاج او الجراحه التلطيفيه. ثانيا عندنا العلاج الكيميائي. العلاج الكيميائي دخل الحرب العالميه الثانيه تقريبا، شافوا انه يعني سبحان الله هي في الطرفه انه ضربوا الحلفاء بغاز الخردل، واللي كان عندهم اورام العقد اللمفاويه تشافوا. شافوا تاثير العلاج الكيميائي في قتل الخلايا السرطانيه. شلون وصلوا لهذا الحل؟ قالوا احنا من نعطي علاج كيميائي بالدم راح يضرب الخلايا الجيده لجسمنا والسيئه للورم. هاي الخلايا السيئه ما راح تتعافى، بس الخلايا الجيده مالتنا شو يصير بيها؟ الحلو بيها انها تتعافى. فلذلك انا حصلت هدف انه اقتل هذه، ولكن هذه اعطيها وقت انه تتعافى. فالعلاج الكيميائي بقاء الخلايا الجيده وقتل الخلايا السيئه. استخدمه بطريقين، اما اذا كان منتشر جراحه ما تفيدني، او ما بعد الجراحه وقايه، فيسموه العلاج الكيميائي الوقائي. بعد شنو عندنا؟ احنا قلنا من البدايه هرمون الاستروجين او الهرمون الانثوي هو عامل مسبب، لذلك بالوقايه انا شو اقدر استخدم؟ استخدم علاج هرموني. فالعلاج الهرموني راح يكون عندي هنا مهم انه استخدمه للوقايه من رجوع سرطان الثدي. فما بعد العمليه واكمال الاجراءات الكيميائيه استخدم العلاج الهرموني. بالسنوات الجديده دخل عندنا فد علاج حلو مثل ما قالت زميلتكم بالبدايه، قالت المناعي، يسموه العلاج المناعي. العلاج المناعي يروح للخلايا المناعيه يقول لها ترى اكو عندك ورم موجود وقاعد. فالخلايا المناعيه بحد ذاتها هي شنو راح تسوي؟ تروح تستكشف وتقتل هذه الخلايا النائمه. واضح لحد الان؟ احد عنده سؤال؟ المهم من نريد نوصل الفكره احنا هذا الكلام السابق كله عند نختم ان شاء الله محاضرتنا. شنو اهم شيء يحتاج انا اضيف من كلمه مريض؟ قلت لكم احط كلمه محارب. السرطان غير العلاج. الدعم جدا مهم. البسمه. انا اتذكر من شنت اداوم بالردها كنت اقعد على الميز وبقول لهم بس خلوا لي النساء اللي يجن لي اول مره فاتت مستشفى الاورام يجون يمي. ليش؟ اضحك واسولف وياهم لان هم سامعين من المجتمع هاي الفكره. احنا نعدل لهم هذه الفكره ونهون عليهم. ثاني شغله القلق. راح تكون المريضه قلقه، راح تصير عندي اعراض لو لا، واحنا ندري انه شعبنا يوصل الافكار يوصلها بزياده. فاحنا نقلل هذا القلق المفروض. ليش؟ عم تصير عندها اعراض جانبيه. او مثل ما اسميه الحبايه شو تصير؟ كوبايه. تمام؟ ثالثا المهم من الكل هدفنا هذا وواجبنا انه نشر التوعيه الصحيحه، تشجيع الفحص المبكر. لان ارجعكم لاول سلايد، ايش قلنا فيه احنا؟ اذا كشفت مبكر اكثر من 10 وهذا الهدف اللي نريد نوصل له. وراح نشوف هسه بالسلايد هذا انه ثلاثتهن متصلات. الدعم النفسي ودورنا والرعايه الطبيه، واحد متداخل ويا الاخر. يعني نريد نسوي واحد لازم الاخر يكمله. اذا احد الحلقات فقد عندنا الدعم مالتنا. واضحه؟ نرجع ونسال شنو اهم شيء يحتاجه من السرطان غير العلاج؟
الركائز الثلاث الأساسية للعلاج هي الكشف المبكر، هذا راح يعطيني التشخيص. التوعية، أنا ما أقدر أحصل كشف مبكر إذا ما كانت عندي توعية جيدة جدا، وإحنا ندري مجتمعاتنا الوعي الصحي مالتها للأسف شوية ضعيف، فالتوعية تكون مكملة. وأخيرا ما بعد التشخيص نوصل الدعم النفسي، يكون من يعني من جانبكم ومن جانب الأهل يدعمون هذا المحارب برحل. وياما ناس مشت بهاي الرحلة وخلصت وتتذكر أيامها. بس الحمد لله هدفنا كان انه الشفاء اللي حددناه باول سلايد اللي هو اكثر من 90%. فالكشف المبكر عندكم تعرفوا دائما مو بس ينقذ حياه المريض، بل انقذ العائله كلها. وهاي لا تنسوها حطوها ببالكم دائما. اكو احد عنده سؤال؟ انتهت محاضرتنا لحد الان. ان شاء الله اريد منكم الحاله اللي نزلناها تتناقشون بيها 2-2، وما بعدها تكتبوا لي الاجابه عن ما يقل عن 250 كلمه عن شنو هذه الحاله، شلون تشخصوها حسب ما تعلمناه بالمحاضره مال اليوم ان شاء الله. واي واحد عنده سؤال يقدر يكتب لي على الكلاس روم، وايضا اكو فيديوهات راح ارفع لكم ان شاء الله بالكلاس روم تعريفيه وتعليميه عن سرطان الثدي وشلون الكشف مالته وشلون يتكون. وشكرا لكم، ان شاء الله نشوفكم على المحاضره الجايه. Breast cancer is a disease where some of the cells in the breast begin to grow uncontrollably. Treatments for breast cancer can include surgery, radiation therapy, chemotherapy, hormone therapy, targeted therapy, and immunotherapy. There are several types of surgery depending on the size and location of the tumor. This video does not cover all available types of breast cancer surgery. During a lumpectomy, the tumor is removed along with some of the normal tissue around it. In a total or simple mastectomy, the entire breast is removed. During a modified radical mastectomy, the entire breast is removed. In addition, some of the lymph nodes under your arm are removed and sometimes other tissues in your chest. Your doctor may also want to give you radiation therapy. This therapy uses radiation to kill the cancer cells or keep them from growing. External beam radiation uses a machine outside the body that aims radiation at the cancer. Internal radiation therapy, also known as brachytherapy, uses a substance that gives off radiation through different types of delivery devices. The substance is put inside your breast where the cancer has been removed. Chemotherapy uses certain drugs to kill cancer. These drugs may treat cancer cells throughout the whole body or can be given to treat cancer cells in one area. Another treatment option is hormone therapy. Hormones are substances found naturally in your body. Estrogen is one of these hormones. Your body uses estrogen mainly for the growth and development of your uterus, breast, and ovaries. However, estrogen can also promote the growth of certain hormone receptor-positive cancer cells. One type of hormone therapy blocks estrogen from binding to breast cancer cells so it cannot cause cancer cells to grow and divide. Targeted therapy is a treatment option for cancers that have a specific kind of marker on the cancer cells. One therapy targets cells with markers called HER2. HER2 is a naturally occurring protein on your cells that normally promotes healthy growth in your cells. Some cancer cells have too much of this protein. This causes the cancer cells to grow and spread more aggressively than normal cells. Targeted therapy drugs are designed to only attach to the HER2 proteins on cancer cells. As a result, the cancer cells stop growing and may die.
Immuno-oncology, also known as immunotherapy, helps your immune system fight cancer. Cancer can sometimes hide from the immune cells that attack them. For example, both cancer and immune cells may have proteins called checkpoint proteins. When they attach, attack from other immune cells is stopped. Scientists are looking at one type of immunotherapy drug that blocks the checkpoint proteins from attaching to each other. As a result, the immune cell can attack and destroy the cancer cell. Your doctor may prescribe a combination of the treatments we've discussed or different treatment options than those mentioned here.